السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة شرح مادة بناء الحاسب. النهارده هتكلم عن مسألة مهمة جدا بتتكلم عن السم اوف برودكت والبرودكت اوف سم. هنفهم الفرق بينهم وهنعرف ازاي نطلع الشكل بتاعهم، وكمان هنرسم الديزاين، وكمان هننفذهم عملي على البريد بورد خطوة بخطوة. فركز معايا لحد اخر الفيديو عشان تستفيد وتفهم الموضوع بشكل كويس. يلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف السؤال اللي عندنا. بيقول لي using and or والاور and. الاند اور دي هي طريقه السم اوف برودكت، لكن الاور اند هي طريقه البرودكت اوف سم. طيب احنا قلنا نفتكر بس مع بعض كده، في طريقه السم اوف برودكت كنا بنبص على ال1، لكن في البرودكت اوف سم احنا كنا بنبص على الزيرو. طيب هو هنا عايزني اجيب له الدوائر الموجوده عندي واعمل له الديزاين بتاعها كمان. تعالوا مع بعض نبص على المثال اللي عندنا. اول حاجه احنا عندنا في ال1 والزيرو وحاجه اسمها الدي. حرف الدي دي يعني الدونت كير. طيب الدونت كير انا بستخدمها ليه؟ دي انا بستخدمها لتبسيط الدوائر المنطقيه وتحليل العقد اللي عندي، يعني انا مش هتفرق معايا حطيتها بزيرو او 1. طيب انا هحطها على اساس ايه؟ هنبدا ان احنا نحل المساله ونشوف لما نحطها بزيرو هل هستفاد ولا لا، ولما احطها ب1 هل هستفاد ولا لا، وعلى اساس كده هختار انا هحطها بزيرو ولا 1، يا اما هسيبها زي ما هي. هنشوف مع بعض في المثال، يلا بينا. هنيجي هنا مثلا بيقول لي ان عدد المتغيرات عندي بتلاتة، اللي هي في السؤال هنا الاكس واحد والاكس اتنين والاكس تلاتة. فاحنا قلنا هتبقى 2 اس ان بتساوي هنا الان بتلاتة، الان دي اللي هي عدد المتغيرات، ف2 اس 3 تطلع بتساوي 8. فخلاص الجدول اللي انا هعمله عندي هنا هيبقى ب8. هحط فيه 8 مربعات بس، مش هيبقى 16 زي ما كنا بنستخدمها على على الاربع متغيرات. تمام. هنيجي نبص على اول حاجه. احنا دلوقتي ثانيه واحده بس، احنا المفروض هنا هلغي الخانة اللي على الشمال دي، هتبقى 0 و1 بس، وهنا كذلك، لان احنا عندنا 3 متغيرات بس. فنيجي نكمل مع بعض. اول حاجة الارقام اللي فوق دي ثابتة، دي ثابتة زي ما هي كده، هنا 0 وهنا 1. طيب انا ازاي مليت الخانات اللي جوه دي بال1 وال0 والدي والحاجات دي؟ هاجي هنا مثلا هنبص مثلا لو هنشتغل على طريقه الاند اور الاول، اللي هي دي اللي هي السم اوف برودكت. قلنا في السم اوف برودكت احنا بنبص على الواحد، فخلاص هنيجي هنا اول واحد عندنا صفر وصفر وصفر، فخلاص هاجي هنا صفر اهو، صفر هنا اهو، وصفر وصفر، هحط هنا واحد. بعد كده ارجع على المثال تاني، عندي هنا الواحد التاني اهو، صفر وصفر وواحد، فهرجع صفر هنا، صفر وواحد اهي، هحط هنا واحد. بعد كده هرجع تاني على المثال، الواحد التالت فين اهو، فخلاص نبص على المتغيرات صفر واحد واحد، هرجع صفر هنا والواحد اهي، هحط هنا واحد. بعد كده هاجي هنا واحد واحد واحد، فخلاص هنا واحد واحد واحد، فخلاص احط هنا واحد. بعد كده هاجي اكمل الاصفار اللي عندي هنا اللي هي البرودكت اوف سم، اللي هي الاور اند زي ما قلنا احنا بنبص على الزيرو. هاجي اشوف المتغيرات عندي صفر واحد وصفر، هرجع ونبص تاني اهو، عندي صفر وواحد وصفر، هنا صفر وهنا واحد وصفر، هتبقى هنا زي ما انتم شايفين كده بصفر. بعد كده هرجع اكمل تاني، عندي هنا الصفر التاني اهو، واحد وصفر وصفر، ارجع واحد تحت هنا اهي، صفر وصفر اول عمود عندنا، وهي هنا اهي الصفر التاني. اتبقى عندنا خانتين فاضيين ودول بتوع الدونت كير. هنا اهو مثلا لو جينا نبص واحد وصفر وواحد، نرجع على الحل بتاعنا، هنا الواحد تحت اهو، وهنا صفر وواحد، تبقى دونت كير، اول دونت كير هتتحط هنا. بعد كده هرجع التانية اهي، واحد واحد وصفر، بعد كده هرجع تبقى واحد واحد وصفر، تبقى الدونت كير التانية هنا. طيب انا دلوقتي خلاص مليت الجدول بتاعي وطلعت كل حاجة عندي. انا دلوقتي عايز اشوف الدونت كير اللي عندي دي، انا هحطها ب1 ولا بزيرو؟ هشوف انا هستفاد امتى. طيب تعالوا نجرب مثلا ان احنا نحطها بزيرو. لو حطينا هنا زيرو وحطينا هنا زيرو، ايه اللي هيحصل عندنا؟ هيبقى عندي الجروب ده وهيبقى عندي الجروب ده، صح؟ مفيش مشكلة عندي خالص. بس دلوقتي في حل اصح من ده، ايه هو؟ تعالوا نجرب نحطها مثلا ب1. تعالوا نجرب ان احنا نحطها ب1. حطينا هنا 1 وحطينا هنا 1، فين الجروب اللي عندي؟ هيبقى عندي الجروب دي كده، وعندي الجروب دي، عندي الجروب دي كده. طيب هل الدونت كير اللي تحت دي احنا قلنا احنا ممكن نحطها بزيرو او 1، وممكن نسيبها زي ما هي على حسب هي هتفيدنا ولا لا؟ هل انا لو ما حطيتهاش بحاجه الجروب ده هيتلغي معايا ولا لا؟ هيتلغي فعلا، لان خلاص الواحد التاني ده انا خدته. فاحنا هنا مثلا هنا لو ما حطيتش الدونت كير دي بواحد
وخدت هنا الدونت كير دي بس بواحد، فبقى عندي الجروبين دول. هل في مشكله؟ لا مفيش مشكله. بقى عندي جروب متكون من 4 1، وبعد كده الجروب التاني متكون من 2 1. كده افضل ولا لا؟ انا لما كنت حاططها بزيرو اتكون معايا جروبين من 2 0، لكن هنا عندي جروب. احنا قلنا ان كل ما عدد ال1 زاد في الجروب فده بيبقى افضل، فخلاص احنا طريقه السم اوف برودكت هنا هي الافضل، فاحنا هنمشي بنفس الطريقه دي. هنيجي هنا اهو زي ما انتم شايفين في الشكل التاني هنا كده، اول خطوه خدناها او اول جروب هنا اللي هو الاربعه دول، بعد كده الجروب التاني اللي هما الاثنين مع بعض. طيب هنيجي هنا بقى نطلع الاوتبوت بتاعي، بعد كده ابدا ان انا اعمل له ديزاين، باخد كل جروب لوحده. هنيجي هنا على الخطوه اللي بعدها، هنا انا هاخد الجروب الاول. الجروب الاول اكس 1 واكس 2 واكس 3. الجروب الاول كان بيتكون من ايه؟ قلنا من الصفر ومن الواحد. نخلي بالنا برضو ان التركيب بتاع الخانات اللي جوه دي ثابت. هنا قلنا 0، هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4، هنا 5، هنا 6، هنا 7. وكنا بنكمل بنفس الطريقه دي لما كنا بنستخدم 4 متغيرات، فكان بيبقى عندنا 16 خانه هنا. تمام. لكن هنا احنا عندنا 8 بس، فهترقم لحد من 0 لحد 7. طيب يبقى عندي دلوقتي الجروب الاول اللي هو ده هنا اهو، عندي الخانه اللي هي فيها الصفر والواحد، فهباجي هنا مثلا، خلينا هنا كده نكتب صفر والواحد. طيب بنعمل ايه بقى؟ الجروب عند اول خانه اللي هي الصفر دي، نشوف هنا الصف بتاعه والعمود بتاعه. احنا قلنا ان احنا لغينا الصفر والصفر اللي بره دول، فاحنا كده خلاص نبص على الصف. عندي هنا 0 وهنا 0 0، تبقى هكتب هنا 0 0 0. سهم هنا كده بس عشان دي مش تبعه. بعد كده هاجي على بقيه الجروب اللي هي ال1 هنا 0 و0 و1، 0 و0 و1. نيجي نبص، قلنا ان كل الاعمده اللي شبه بعض بينزلوا زي ما هم. هنا اكس 1 وهنا الاكس 2 وهنا الاكس 3. هنا الاكس 1 هتنزل زي ما هي، هنا الاكس 2 زي ما هي. لكن هنا العمود فيه 0 1، وقلنا ان العمود لما بيبقى فيه ال 0 1 و0 1 او مش حاجه ثابته يعني، فاحنا خلاص بنعتبره مش موجود عندنا وما بننزلوش اي حاجه. طيب احنا هنا شغالين على طريقه السم اوف برودكت. عندي هنا اصفار، فخلاص انا هنزل بنفي على الاكس 1 وبنفي على الاكس 2، وده يكون الجروب الاول اللي عندنا. الجروب الثاني اللي عندي اللي هو متكون من الاربعه اللي عندي دول، احنا قلنا لما رقمنا هنا تبقى 1 وهنا 3 وهنا 5 وهنا 7. خلاص نيجي هنا ناخد بس كده، هنا 1 و3 و5 و7، سهم بسيط اهو عشان ما نتلخبطش. نيجي عند الواحد، الصف بتاعه 0 والعمود 0 1، تبقى 0 0 1. بعد كده هاجي على التلاتة، الصف بتاعها 0 والعمود 1 1، فهتبقى 0 1 1. هاجي على الخمسة، الصف بتاعها 1 والعمود بتاعها 0 1، تبقى 1 0 1. هاجي على السبعة، الصف بتاعها فيه ال1، بعد كده العمود فيه 1 1، تبقى 1 1 1. طيب عندي هنا الصف الاولاني ده مش هينزل معايا لانه مختلف، وهنا كذلك، فهنا المفروض اكس 1 واكس 2 والاكس 3. هنا عندي الصف ده شبه بعضه، فالاكس 3 هتنزل. طيب هل في نفي عندي هنا ولا لا؟ لا مفيش نفي. ليه؟ لان انا شغال على طريقه السم اوف برودكت، فانا كنت ببص على ال1، طالما عندي هنا 1 فخلاص مش هينزل نفي. لكن هنا لما كان عندي 0 فخلاص بينزل نفي زي ما انتم شايفين كده. فبقى العمليات اللي عندي اكس 1 والاكس 2 مضروبين في بعض، مجموع عليهم الاكس 3. ازاي؟ احنا خدنا في الجروب الاول اهو اكس 1 والاكس 2 نزلناهم زي ما هم، بعد كده جينا على الجروب الثاني خدنا الاكس 3 نزلناها زي ما هي، وده بيكون الاوتبوت بتاعنا. طيب تعالوا بقى نبدا اننا نرسم الديزاين بتاعنا. هنا زي ما انتم شايفين اهو، نزلنا هنا طلعنا الاكس 3، وهنا الاكس 2 والاكس 1 نازله بالنفي بتاعها، وده الاوتبوت زي ما انتم شايفين. هنيجي هنا نبص على الديزاين بتاعنا. طيب اترسم ازاي؟ تعالوا بس ايه نكتب الاوتبوت قدامنا هنا كده. الاوتبوت قلنا ان هو يبقى اكس 1 نوت ضرب اكس 2 نوت زائد الاكس 3. طيب اول حاجه عندي هنا الاكس 1 اكس 2 والاكس 3. الاكس 1 والاكس 2 عليهم نوت، فخلاص هعمل النوت اهي قبل ما ادخل على الاند بتاعتي. الاند ليه؟ عشان عندي علامه ضرب هنا، فيبقى هنا الاند. فالاكس 1 والاكس 2 ما بينهم اند اللي هي دي. لكن الاكس 3 عندي هنا داخل على الاور على طول اللي هي الكبيره دي،
يعني الاتنين دول مضروبين مع بعض في علامة الان، بعد كده مجموعين على الاكس 3 اللي هي داخلة معاهم في الأور على طول العملية اللي هي الجمع. يبقى كده اتفقنا ان النقطة الأولانية دي عشان في نقطة على الاكس 1، وهنا النقطة التانية دي عشان الاكس على عشان نقطة على الاكس 2. بعد كده الاكس 3 معلهاش نقطة فهتنزل من غير نقطة اهي، تنزل زي ما هي. عندنا هنا اول عملية عندي وهي عملية الاند او عملية الضرب ما بين الاكس 1 والاكس 2، فخلاص داخل الاكس 1 وداخل الاكس 2 على عملية الاند اللي عندي هنا. طيب بعد كده الاكس 3 تدخل الاكس 3 على الاور. ليه؟ احنا خدنا الجزء ده كله مع بعضه كده، وخدنا الجزء ده لوحده اللي هي الاكس 3 وما بينهم عمليه الجمع دي. تمام؟ فده بيكون الديزاين بتاعنا. هنا انا كنت عايز اوضح الرسمه بتاعه البريد بورد دي، بس زي ما انتم شايفين السلوك داخله ببعضها كلها ومش باين اي حاجه. بس هي اهم حاجه عندنا ان انا مطلع السويتش واحد هنا في المتغير الاول، وبعد كده السويتش 2 المتغير التاني. بعد كده بركب الفي سي سي والفي سي سي بربطهم ببعض واطلع خارج واحد ما بينهم، وبعد كده الجراوند برضو كذلك. بعد كده انا عندي السويتش التالت ده وهو الانبوت الاخير اللي طالع عندي من هنا. طيب يعني لو ركزنا في الرسمه هنلاقي ان عندنا سلك اللي هو طالع لبره ده المتغير الاول، السلك الاحمر التاني ده هو المتغير التاني. المفروض ان الخارج هنا اهو اللي هو الابيض ده طالع رايح للانبوت اللي عندي هنا، الانبوت التاني هنا. ليه؟ عشان هاخد منه سلك كمان هوديه على الاور الاخيره. تمام؟ وبعد كده هطلع منه الاوتبوت في السويتش التالت، وده بيكون الاوتبوت بتاعي. هنا انا مش عارف اوضح برضو، بس كمان احنا نسينا هنا نوضح حاجه على الرسمه دي. طب احنا دلوقتي عايزين نتاكد الرسم بتاعي صح ولا لا. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا مثلا نروح على الجدول اللي عندنا اللي في المسألة. أول حاجة عندنا صفر وصفر وصفر، هنا صفر وصفر وصفر. هنروح هنا على الشكل اللي عندي، أنا لما أحط هنا صفر ولما أحط هنا صفر ولما أحط هنا صفر، هل الخارج هنا هيطلع بوان ولا لأ؟ أول حاجة النقطة هتطلع تبقى هنا 1، هنا 1. الأند 1 1 في الأند تطلع ب1، 1 و0 مع الأند تطلع ب1. يبقى كده أول عملية عندي صح. بعد كده نيجي نشوف مثلا، وليكن مثلا ناخد حاجة تانية، ناخد مثلا اللي تحت دي ال1 وال0 وال1. احنا ما ننساش ان احنا خدنا على كنا شغالين على السم اوف برودكت، فخلاص المفروض هنا هتطلع ب1. فاحنا لما نيجي هنا مثلا نغير المتغيرات اللي عندي هنا دي، تبقى كده عندي قلنا 1 0 1، تبقى هنا تطلع ب0 وهنا تطلع ب1. 1 و0 في الاند تطلع ب0، مع ال1 اللي هنا في الاور تطلع ب1. وليه طلعت ب1؟ عشان الدونت كده انا كنت مستخدمها في عمليه السم اوف برودكت، ما استخدمتهاش في عمليه البرودكت اوف سم. لكن في حاله ان انا استخدمتها في عمليه البرودكت اوف سم، فهنا كانت الخارج عندي هيطلع ب0 مش ب1. وبكده نكون خلصنا شرح المساله وفهمنا ازاي نحول المعادله السم اوف برودكت والبرودكت اوف سم، وطبقنا الكلام كمان على البريد بورد. ولو عندك اي سؤال او محتاج اي توضيح اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.